صباح الخير حبايب قلبي. النهارده هنعمل مع بعض وصفة خطيرة جدا، وهي الحواوشي الاسكندراني بنص كيلو لحمة بس. طبعا بعد غلاء الاسعار بتاعة الفراخ وكده، فاحنا نتجه للحمة شوية. فبنص كيلو لحمة مفرومة بس تقدري تعملي وجبة كاملة متكاملة. طبعا القرص اللي قدامكم دي كانت سادة، والحواوشي دلوقتي ده الحواوشي الاسكندراني. وهقول لكم طبعا سر خلطة الحواوشي الاسكندراني ازاي تعملوها وبطعمها الخطير جدا. فيلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجه هنبدا بيها العجين. هنحتاج كوبايتين ميه وعليهم باكو خميره ومعلقه سكر، ونقلبهم كويس. وبعد كده هنحتاج كيلو دقيق، ونشوف بقى هنعجن ازاي. وهنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر على الميه مع الخميره والسكر. نقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها ونسيبها شويه لغايه ما نحضر الكيلو دي. انا طبعا محضراه، بس انتوا على ما تحضروه تبقوا سبتوها شويه. طبعا انا حطيت كوبايتين ميه. ممكن في دقيق ياخد اكتر من كده، وفي دقيق ممكن ياخد اقل من كده. فبرضو ننزل الميه واحده واحده، بحيث ان احنا ما نحتاجش ان احنا نحط دقيق تاني. ولو دي اول مره تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كده احنا عجلنا الميه مع الدقيق كويس. هننزل بقى دلوقتي بحوالي 4 معالق من الزبده. ونبدأ نلم العجينة، ويا ريت يعني نخدم العجينة ونعجنها كويس عشان العجينة تطلع معانا مظبوطة جدا. والعجين حوالي 10 دقايق كده، يعني بتعجين من 7 ل10 دقايق فتطلع معاكي مظبوطة جدا. وبكده احنا نكون خلصنا العجينة بتاعتنا. دلوقتي هنحط عليها نقطة زيت ونحطها في بولة، وبعد كده نغطيها ونسيبها تخمر. يعني نسيبها تخمر حوالي نص ساعة كده او ساعة عشان الدنيا ساقعة. دلوقتي بقى نبدأ نعمل الخلطة بقى، يعني طريقة الخلطة اللي هي الصح قوي. عايز تعملي خلطة حلوة، ما نضربش البصل في الكبة. يعني ممكن بالسكينة نقطعه بالسكينة، متعرفيش تقطعيه بالسكينة ممكن تعمليه بالمخرطة زي ما انت شايفة دلوقتي كده. بنحط بصلتين ومعاهم مثلا قطعتين ليا وفلفلاية. تمام، بتفضلي تقطعي فيهم كده لغاية ما ينعموا خالص معاكي زي ما هتشوفي دلوقتي. طبعا ده سر، ده السر. يعني هتقولوا لي ايه الفرق، هتحسوا بالطعم بجد. والفرق فعلا لما تجربوها فعلا اختلاف تماما عن انك انت تحطيه في الكبة وتضربيه. وهنحط طبعا اللحمة عليهم، وهنفضل برضو ان احنا نخلطهم مع بعض. وهنحط دلوقتي نص كيلو اللحمة بتاعنا.
ودلوقتي بقى هنبدأ نحط البهارات بتاعتنا. هنحط معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسمر ونص معلقة باربيكيا وربع معلقة توم ومعلقة بهارات لحمة. بجد جربوا الطريقة دي في عمايل اللحمة، اللي هي الخلطة بتاعت اللحمة بتاعت الحواوشي الاسكندراني، عشان تندموا بجد، لان هي فعلا طعمها طلع خطير جدا. بعد ما توصل معانا بالشكل ده هنحط معلقة سمنة، ونبدأ بقى نعجن بإيدينا كده الخلطة بتاعت اللحمة كلها مع بعضها، نعجنوها كويس وبس كده، نحطها في بولة ونحطها في التلاجة شوية. وده شكل العجين بتاعنا بعد ما خمر. دلوقتي هنبدأ بقى نقطعها كور عشان تكفي، يعني شوفي بقى انت عايزة تعملي كام رغيف، وقسمي العجينة بتاعتك على الأساس ده. بصوا، رغم ان العجينة اقتصادية جدا ومحطناش اي حاجة غير دقيق ومية، بس بجد طلعت تحفة جدا جدا، يعني جميلة وطعمها كان خطير جدا جدا. كيلو دقيق طلع معايا حوالي 12 رغيف. هتشوفوا دلوقتي بقى طريقة الفرد. انا بفرد العجينة في الاول، وبعد كده بحط اللحمة، وبعد كده بقفل عليها، وبس كده. الموضوع سهل جدا واي حد يقدر يعمله، فهسيبكم بقى ايه تشوفوا الطريقة وتمعنوا فيها بقى. طبعا ما تنسوش بقى تقفلوا ايه الحروف بالشوكة، ده بيخليها انها تتقفل كويس جدا وما تتفتحش منكم. ونسيبوه دلوقتي بقى يخمر شوية، وبعد كده هندهن الوش بتاعه بالبيض. دي اول مرة ادهن وش حاجة بالبيض، وفعلا طلعت حلوة جدا يعني. دايما كان في ناس تقولي جربي تدهني الوش بيض، فطلعت فعلا حلوة. البيض ده بيتعمل ازاي؟ هي بيضاية وعليها بق لبن وملح وفلفل بس كده. انا كنت بدهن الوش لبن بودر، بس انا ما كانش عندي لبن بودر، فايه قلت خلاص بقى هجرب البيض. فطلعت معايا حلوة جدا، وفعلا مش اخر مرة هجرب البيض على الوش خالص. ونرش بقى رشة سمسم وندخلوه الفرن على اعلى درجة حرارة. ودي كانت النتيجة. طبعا الحواوشي الاسكندراني جامد جدا. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي عايزين ايه تاني نعمله مع بعض. وجربوا الوصفة دي بجد تحفة جدا. والحواوشي الاسكندراني ما فيش حد ما بيحبوش، يعني فعلا الحواوشي ده حاجة كده رايقة جدا، ووصفة سهلة وبنص كيلو لحمة مفرومة بس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومتنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. باي باي.